عمرك لاحظت انك تبدا اي مشروع بحماس وبعدين تقف، وكل ما تقرب من الانجاز عقلك يعطلك؟ وده حصل لي انا شخصيا، والاي اي هو اللي كشف لي ليه. كنت دايما مبدا فكره كورس فيديو مشروع وبعدين فجاه اقف، وسالت نفسي ليه. فقررت اسال الاي اي سؤال بسيط بما اني شغلي وقعدتي كلها عليه بيني وبينه. فكتبت له البرومبت ده: Analyze my behavior when I procrastinate and give me 3 insights about what I am really afraid of. يعني انا اعرف لي سلوكي على حاجات انا متقاعس عنها او بقعد اجلها والكلام ده كله، واكتب لي اكتب 3 نقط مهمين. رد عليا رد صادم، قال لي you are not afraid of failing, you are afraid of succeeding imperfectly. يعني قال لي انت مش خايف من الفشل، قال لي انت خايف من النجاح بشكل مش مثالي. وهنا جه الفهم الحقيقي، وانا كنت واقع في فخ اسمه البرفكشنزم اللي هو عقليه الكمال، وده بيعمل نوع اسمه الكوجنيتيف فريز اللي هو التجمد العقلي، والعلم اللي ورا ده اسمه سيلف سابوتاج. يعني العقل بيأذيك علشان يحميك، وده بقى نابع من fear of judgment اللي هو الخوف من التقييم السلبي. ده بقى مرتبط بحاجه اسمها ايجو بيزد بروتكشن ميكانيزم، يعني الانا بتاعتك او الايجو بتحاول تتجنب الاحراج او النقد، فبتفرملك عن كل خطوه انت ناوي تمشيها. طب في طريقتين دلوقتي موجودين اللي هم البرفكشن مود والبروجرس مود. البرفكشن مود بتدي سؤال هو ده كفايه، والمود بتاعها على طول فيه تاجيل وتردد انك الحاجه ما تطلعش كامله، فالنتيجه بتاعتها بتبقى زيرو. تعال نخش في البروجرس مود، والسؤال بتاعها ازاي اخليه احسن، والمود بتاعها تنفيذ وتحسين. وهنا في جروث اوفر تايم، يعني معدل التنميه متصاعد عشان في تنفيذ. ومن اللحظه دي فهمت المثاليه مش قوه، دي وسيله دفاع، واللي بيخلينا نتاخر مش الكسل، ده خوفي المستمر من نجاح مش مثالي. ما غيرت طريقتي، فتحت المشاريع اللي كانت واقفه، الفيديوهات اللي كنت خايف انزلها واصورها نزلت وتصورت، الكورسات اللي كنت براجعها 1000 مره نزلت وبدات تتحرك الحمد لله. كل ده حصل لما بدات افكر بعقليه التقدم مش الكمال. اللي ساعدني مش معلومه، ده كان سيلف ديسكفري برومبت. ايه السيلف ديسكفري برومبت؟ برومبت بس مش بيكتب محتوى، ده بيساعدك تكتشف نفسك، بيشتغل كمرايه نفسيه ليك من غير حكم ولا دراما. وجرب البرومبت ده: Analyze my behavior when I procrastinate and give me 3 insights about what I am really afraid of. ولو طلع لك حاجه صادقه اكتب لي في الكومنت ايه اللي خبط معاك وايه اللي قررت تبداه من النهارده. فاكر لما قلت لك الاي اي مش قادر تشتغل بيها بس، وده كمان مرايه تفهم بيها نفسك. ولو عايز البرومبت اكتب لي برومبت في الكومنت، هبعت لك البرومبت على طول. ما تنساش اللايك والفولو والشير لعلنا نستفيد. سلام.